السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة درجة الحرارة في السماء. درجة الحرارة هتوصل النهاردة ل 38 39. عايزين بقى نقول للناس اللي فراخها كبيرة تتصرف ازاي، والناس اللي فراخها صغيرة تتصرف ازاي. هي الناس اللي فراخها صغيرة الموضوع مش هيبقى مرهق بالنسبة لهم قوي. هم مجرد ان هم هيطفوا النور بتاع التدفئة ويشغلوا نور عادي او يوسعوا المكان شوية مع وجبة مع شربة للإجهاد الحراري. خلاص الموضوع بالنسبة لهم كده خلاص. تعالوا بقى للفراخ اللي او يحطوا محلول جفاف. الناس اللي فراخها صغيرة ضروري محلول الجفاف يتحط النهاردة. تعالوا بقى للناس اللي فراخها كبيرة من بعد العمر 10 ايام 15 يوم كده وطالع، بالذات اللي بعد عمر 30 دول يا الله يقويهم النهاردة وياخدوا بالهم من الفراخ جامد النهارده. اول حاجه انا عملتها، قمت وكلت بدري، يعني قبل الجو كده ما يعمل قمت وكلت الفراخ. ماشي. تاني حاجه يعني وسعت المكان اهو. يعني انا الفراخ دي كانت اخرها عند الحديد، يعني قبل الحديد شويه، عند السقايه العلافه دي بالظبط. لا شوفوا وسعت مسافه قد ايه، وسعت المكان. تالت حاجة طفيت النور ده، بس كل حاجة بالتدريج، يعني بين كل حاجة وكل حاجة نص ساعة كده. طفيت اللمبة اللي هي الدفاية دي. ماشي تمام كده. طبعا الفراخ كانوا متغطيين بالسقف ده اهو، كانوا متغطيين السقف البتاع دي مفروض عليهم كده، مدارية المكان كله. طبعا انا شلتها. ماشي، اديت لهم نور السقف اهو، يعني فاهمين نور السقف اهو، نور إضاءة اللي هي يدوبك ياكلوا ويشربوا كده. ما عندكيش لمبة تانية أو تحطي لمبة بيضة شغلي لهم كشاف. مفيش، أكليهم وشربيهم وطفي النور، لأن احنا لسه الجو ما اشتدش حرارته، يعني احنا لسه في البداية. ماشي. تعالوا بقى ايه اللي هيحصل بقى معانا تاني. عملت ايه انا بقى؟ هنعمل مشروب للإجهاد الحراري. اولا بتحط لهم ميه قبل الميه ما تسخن، او ميه مش سخنه من الخزانات، والميه السخنه دي ما عندكيش غير الميه دي، والميه مش ما عندكيش ميه مركونه تحسها بارده على ايدك كده او ساقعه على ايدك. هنحط نتني جايبين الميه العاديه ونحط فيها كم مكعب تلج او ازازه ميه ساقعه من التلاجة. ماشي، بس مش هنحط الميه ساقعه من التلاجة كلها، لا احنا هنزود بيها، نعادل درجه الحراره كده، اللي هي تحطي ايدك فيها كده تحسي بانتعاش. تمام. مشروب بقى الاجهاد الحراري. ماشي. هنعمل مشروب النهارده للاجهاد الحراري وموسع شعب، وحاجه جميله جدا انت ما تتخيليهاش اهو. ده بصي، كنت غاليه جايبه ميه سخنه غليها في الكتل، وحطيت عليها نعناع، ومليت نص السقايه دي وحطيت عليها يجي كوبايه من غلوان النعناع ده او من المشروب بتاع النعناع ده. طبعا عايزين حاجه تانية بدال النعناع ده. نعناع اهو حطيت في السقايه دي، وهحط في السقايه التانية، هقلبها للفراخ واوريكم انا بحط ازاي في السقايه التانية، يعني نسبه الميه قد ايه لقد ايه. شايفين انا مش عايزه اطلع ايدي من الميه من حلاوتها. ماشي. هحط في السقايه التانية ونرجع مع بعض. حطيت لهم اهو، جاروا عليها ما شاء الله اللهم بارك. ماشي. المشروب ده النعناع ده معانا موسع شعب، شايفين نسبه الميه اهي. هحط عليها الباقي اهو. انا يعني التصوير مش عارفه اصور واحط بايدي الاتنين اهو. يعني حوالي لتر على لترين ميه، حوالي لتر نعناع على لترين ميه. شايفين الفراخ هتتهبل. ميه جميله، انا اصلا مش عايزه اطلع ايدي منها. الميه مرطبه، ما نحطش ميه من الخزان سخنه جامد، ميه سخنه درجه حراره الشمس ضاربه فيها، لا نحط ميه حلوه كده. ما عندناش غير بتاعه الشمس دي، نحط عليها ازازه ميه من التلاجة. هقلبها لكم ونرجع نكمل مع بعض. حطيت اهو في الجنب التاني، يبقى مشروب الاكاد الحراري وموسع الشعب الجميل النعناع. محلول الجفاف جميل جدا برضو.
ايه ايه تاني يا ربي؟ شرايح الليمون، يعني تحطي شرايح ليمون تبقى منقوعه كده من بالليل وتحطها في الميه. تمام. ايه تاني؟ فيتامين سي، اي حاجه فيتامين سي معاكي من الصيدليه اللي هو البشري. قولوا انا عايزه فيتامين سي، اللي هو البرتقان، اللي هو بالفوار اللي بيبقى بالبرتقان ده والحاجات دي. اعشاب طبيعيه عندك، النعناع ده جميل جدا، الليمون. دول ما شاء الله عليهم حاجتين موسع شعب وعلاج للبرد وكمان يعني مشروب للإجهاد الحراري، بيهدي الجسم كده ويظبطه. طبعا يعني انا الفيديو جماعة، بس عايزة اسألكم على حاجة تكتبوا لي عليها في التعليقات. انا عندي فرخ هنا عمال بيصاصي بيسوي، شفت الفار؟ انا مش عارفة ايه سببه يعني الموضوع ده. ومش عارفة هو تعبان، هو مش تعبان، اول مرة الحاجات دي تقابلني. بيصرخ صرخة كده، شفت الفار بيصرخ كده. عموما كده، وده كان كده، كانت حلقتنا النهاردة انتهت، ويا رب أكون قدرت أفيدكم. وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.